السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هكلمكم عن ازاي كنت بذاكر الكيمياء ومين المدرسين اللي كنت بسمعهم، او هرشح لك مين تسمعه اونلاين خاصة لو هتعتمد عليه بشكل كلي. بس قبل ما نبدأ حابة ان انا اتكلم معاكم في بوينت كده. كتير منكم او اغلبكم بعتلي في الكومنتس ان هما لسه هتبدأوا ان انتوا تبدأوا تاخدوا دروس وكده. بس حاسين ان انتوا متوترين ان انتوا تبدأوا السنة، خايفين ان انتوا تكونوا داخلين على المرحلة دي. عايزة اقول لكم ان الفترة دي بالذات، او موضوع الخوف والقلق والتوتر ان انت تدخل السنة او ان انت تخوض كل، انا هسميها معركة بتاعت سنة تالتة ثانوي. هي يعني بتكون صعبة شوية في ضغطها، ايوه، وصعبة في ان انت بتتوتر كتير، وصعبة ان انت بتخاف. بس اكتر حاجة هتضرك خلال السنة هي موضوع الخوف. دلوقتي انت خايف تدخل السنة، شوية وهتلاقيك خايف اصلا تذاكر، شوية وهتلاقيك خايف تحل. فكل الخوف وكل القلق ده مش مطلوب خالص في السنة دي بالذات، علشان الخوف اللي بيرجعك 500 خطوة لورا. فانت ليه ترجع نفسك 500 خطوة لورا وانت قادر ان انت تتقدم 1000 خطوة لقدام؟ الخوف والقلق هما اللي ممكن يخلوك بدل ما انت ناجح قوي طول السنة تفشل لو حسيت في مرة ان انت خايف او قلقان، لان ده هيأثر على مذاكرتك، هيأثر على حلك، خاصة بقى في الحل. والموضوع ده يعني انت لو بادئ السنة بخوف هتخاف ان انت تحل، موضوع الخوف من الحل ده يخليك ان انت تغلط في الحل فتتوتر اكتر، فهتصعب السنة عليك اكتر، وهتحس ان انت خلاص مش قادر تحقق حاجة. فكل اللي انا بقوله لك دلوقتي ان انت تستعين بالله، تحط حلمك وهدفك قدامك، ترسم خطتك خلال السنة كويس قوي، تمشي كل يوم بالتودو ليست زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، تعرف انت عاوز تعمل ايه بالظبط وتحاول ان انت توصله، او مش تحاول، انت تقاتل عشان توصل لحلمك. يعني السنة دي بجد انت كأنك في حرب وبتقاتل فيها علشان توصل للحلم اللي انت عاوزه، فما تضيعش حلمك من ايديك بخوفك وقلقك وتوترك. بس كده حبيت ان انا ابدأ معاكم المقدمة بالموضوع ده علشان حسيت ان هو شاغل ناس كتير منكم. ويلا بينا نبدأ ان انا اقول لكم مين اللي تسمعوا في الكيمياء وازاي تذاكر اصلا الكيمياء. يلا بينا نبدأ الفيديو. بليز كيب واتشنج. بس قبل ما نبدأ متنساش انت تضغط لايك وسبسكرايب وتفعل نوتيفيكيشن وتعمل جوين لجروب التليجرام. مبدئيا انا كنت باخد كيمياء مع مستر اسلام عطية. مستر اسلام عطية كان شاطر جدا جدا في مادته العلمية، كان عارف امتى يديك الحاجة دي وامتى لا، كان عارف امتى انت تذاكرها وامتى لا سيبها مش مهمة دلوقتي، كان عارف امتى يخليك تراجع على الابواب كويس قوي وان انت ما تنساهاش. طبعا الشوامل بتاعته كانت روعه وكان عنده كميه اسئله رهيبه. بس الحقيقه كان عنده مشكله واحده، وهي ان انا ما عرفتش افهم من مستر اسلام عطيه عضويه. يعني من بدايه العضويه وانا حاسه ان انا مش فاهمه اي حاجه، بروح الدرس زي ما باجي، حاسه ان اجي احل مثلا كاني ما خدتش الدرس ده خالص. فمن هنا بقى انا حولت الكيمياء اونلاين. تقريبا كنا في يعني قبل بدايه رمضان على طول. انا كنت باخد الكيمياء بنزل سنتر عادي علشان كانت الصبح بدري وكنت شايفه انها مش مضيعه وقت مني. بس انا كان ليا طريقه كده في مذاكره الكيمياء سبيشال يعني، وهي ان انا كنت بحضر الدرس بتاع الكيمياء قبل ما اروح الدرس بتاعه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا كان عندي بكره بدايه الكهربيه مثلا الباب الرابع، فانا قبل ما اروح باخد حصه من مدرس تاني بتاع بدايه الكهربيه. طب كنت بسمع مين او بحضر من مين؟ كنت بحضر من مستر خالد صقر قبل ما اروح الدرس بتاع الكيمياء بتاعي. سببين: اول حاجه ان انا كنت باخد سنتر زي ما قلت لكم، فانا عايزه ان طول ما انا قاعده في الحصه اكون مركزه كويس قوي، مفيش اي حاجه تقع مني، مثلا حاجه مش فاهماها المستر يقولها فانا اتوتر واضيع باقي الحصه مني، لا. فعشان كده انا كنت بسمع الحصه من قبل ما اروح. تاني سبب هو ان انا كنت عايزه او بسمع ان مستر خالد صقر كويس جدا، فكنت عايزه ابقى باخد من ده ومن ده. ودي الحاجه الوحيده الصح اللي انا كنت عاملاها في الكيمياء. يعني موضوع ان انا اسمع كذا مدرس في الكيمياء بالذات فادني جدا، ما شتتنيش خالص، لان زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده انا كنت باخد من كل مدرس اللي انا عايزاه وبس، ما كنتش بشتت نفسي كتير بين المدرسين. لكن حقيقي اكتر حاجه فادتني جدا جدا هي موضوع تحضير الدرس ده، خاصة في مادة دسمة وتقيلة زي مادة الكيمياء. الكيمياء من المواد اللي عايزة تتذاكر اكتر من مرة، عايز سمع من اكتر من حد كويس قوي، عايز ان انت تسمع فيها كذا فكرة وكذا طريقة للحل، وازاي تحل السؤال ده صح وازاي تفكر فيه صح. فالكيمياء فعلا مهم جدا فيها ان انت تكون محضر الدرس قبل ما تروح الدرس بتاعك اصلا. لكن كمان مستر اسلام عطية كان ممتاز جدا جدا بجد، واسئلته كانت قمه في الروعه وكانت مفيده جدا، خاصه اللي اخد مع مستر اسلام عطيه عارف الشوامل بتاعته وعارف هي قد ايه بتكون صعبه وبتبقى موترانا.
وعارف ان افكارها ساعات كتير بتيجي في الامتحان. بس والله يا جماعه على دفعتنا يعني ما جاش اي حاجه من اللي اتقالت او اي فكره في الامتحان. هو كان صعب علينا كلنا وما كانش فيه موضوع الفلاشه ده خالص، يعني والله احنا ما خدناش الفلاشه، ما كانش حد غلب اصلا. المهم ان كمان من الحاجات اللي كانت مميزه جدا عند مستر اسلام عطيه هو التيم بتاعه كان كويس جدا. يعني لو ما سمعتش حصه كان بيبلغ بابايا او مامتي. الحل والامتحانات كانت بتبعت لهم درجاتي كلها. كمان اي سؤال كنت بسأله للتيم في المادة العلمية او في المنهج كانوا بيردوا عليا بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وبيحاولوا ان هم يوصلوا المعلومة باي طريقة. هم كان ممكن يتأخروا شوية في الرد، يعني مثلا ياخد يوم ولا حاجة الاسئلة، وده كان بيبقى بسبب الضغط عندهم، يعني بيبقى في ايام الضغط بس، لكن في العادي هم كانوا بيردوا عليا على طول، كانوا بيجاوبوا لي السؤال بطريقه مبسطه، ولو كمان يقدروا يكتبوا لي الخطوات كانوا بيعملوا كده. الصراحه ما قصروش معانا في اي حاجه في الاستفسارات. لكن هو زي ما قلت لكم العيب الوحيد ليه هو ان انا ما فهمتش منه عضويه، وما كنتش بعرف احل على الباب الرابع. انا كنت فاهمه باب رابع كويس قوي منه، بس ما كنتش بعرف احل عليه كويس. دول بس الحاجتين اللي كانوا مشكله، وانا مش عارفه بصراحه هو موضوع الباب الرابع ده كان عند حد تاني ولا لا. بس العضويه يعني كان كتير من زمايلي اللي كنا بناخد مع المستر برضو كان عندنا نفس المشكله، فبرضو مش قادره احدد بالظبط هو كان السبب في كده ولا لا، بس انا فهمتها من حد تاني واقول لكم دلوقتي عليه. بعد كده نتكلم عن مستر خالد صقر. ما اعطانوش حقه في الكلام اللي كان فوق. اول حاجه مستر خالد صقر يعني تقريبا كان في نفس مستوى مستر اسلام عطيه. هو مستر خالد صقر كويس جدا جدا، شرحه ممتاز جدا. بيشرح لك كل قانون او كل معادله جت منين وازاي تحلها وازاي تحل عليها وافكار اسئلتها. كمان اسئلته كانت الكتاب بتاعه كتير، او الفيدباك اللي كنت بسمعه ان هو كويس جدا. وانا شفت كذا سؤال من الكتاب على مدار السنه، يعني كنت بشوف كذا حاجه وكان كويسين جدا، واسئلته وافكاره كانت عاليه وحلوه قوي. كمان مستر خالد صقر عنده ميزه كويسه جدا وكتير بيسالني عليها، وهو ان هو كان من اكتر المدرسين اللي بيهتم بالازهر، بيهتم جدا باسئله الازهر، بيهتم ان هو قبل امتحاناتهم يديهم مراجعات، بيهتم بيهم اصلا وبيتكلم عليهم كتير في الفيديوز بتاعته. فهو من اكتر مدرسين الكيمياء اللي بتهتم بمنهج الازهر. ومن حيث التيم بتاعه كمان فهو كان عامل جروب على الفيسبوك للمشتركين عنده، والجروب ده كان بيتجاوب عليه يعني اي سؤال انت تسأله في المنهج او اي سؤال يقف معاك بتحطه على الجروب وهما كانوا بيجاوبوا عليك. بس كان عنده تقريبا نفس شروط جيو ماجد امام، وهو ان انت تكون كاتب مصدر السؤال، تكون قايل لهم هو في كتاب ايه وكل حاجه جبتها منين، وبتصور لهم السؤال وتبعته. وطبعا مدرسين متخصصين هم اللي بيردوا عليك وبيجاوبوا لك على كل السؤال بالتفصيل، وهو برضو التيم بتاعه حلو جدا. لكن برضو كان عنده نفس مشكله العضويه بتاعه مستر اسلام عطيه، نفس الفكره. انا ما فهمتش برضو قوي منه العضويه، على الرغم ان انا كنت بحضر الدرس وبعدين اروح اسمع مستر اسلام عطيه. يعني مش عارفه، كنت حاسه ان انا في العضويه دي عندي مشكله كبيره. بس اللي فهمني عضويه هو مستر عبد الجواد او ملك العضويه حرفيا. يعني بجد انا ما فهمتش عضويه غير من مستر عبد الجواد، وهو من افضل المدرسين اللي بتشرح عضويه. وعلى فكره فهمت منه برضو الباب الرابع، وكنت بعرف احل بعد ما سمعته كويس جدا. بيقول لك الباب الرابع بعلامات وحاجات بتسهل عليك الدنيا بشكل فوق الوصف بجد. وطبعا برضو مستوى الاسئله بتاع مستر عبد الجواد عالي جدا، وبيحط افكار كتير وافكار يعني عنده سهل متوسط مستويات عليا، وبيركز على المستويات العليا، وغير كم الاسئله الرهيب اللي بيبقى في كتبه وفي مذكراته. وكمان ان هو بينزل بعد كل حصه شيتات، الشيتات دي بتنزل لكم بحلها، ممكن اوقات كتير بينزلها على اليوتيوب بالحل وخطوات حل الاسئله وكل حاجه بينزلها لكم. وعنده برضو تيم ممتاز بيجاوب لك على كل اسئلتك عن طريق جروب على الفيسبوك برضو، وبيكون معاك ارقام التيم ان انت بتتواصل معاهم لو في اي سؤال او اي استفسار، خاصه في المنصه بيجاوبوا عليه ومش بيسيبوك ابدا. يعني وانت تايه في اي حاجه، لا هما بيبقوا واقفين معاك من حيث الدعم النفسي. وكمان كل المدرسين بصراحه كانوا واقفين من حيث الدعم النفسي ومن حيث الدعم العلمي. يعني مستر اسلام عطيه برضو كان نفس الموضوع ده، ان هما كان عندهم التيم بيدعمنا جدا، كان دايما بيحفزنا. حتى المستر كان دايما بيدعمنا ودايما بيحفزنا. فبجد كل مدرسين الكيمياء هم مدرسين كويسين جدا ومدرسين ممتازين. بس انا قلت لكم عيوب كل واحد ايه، او العيوب اللي كانت بالنسبه لي انا، كل واحد برضو بتجربته.
بس انا قلت زي ما قلت لكم ما فهمتش عضويه غير مستر عبد الجواد، وفعلا هو شرحه فيها كان رائع جدا، بيبسط المعلومه، بيخليك ان انت عارف تحل عضويه. يعني انا كان عندي مشكله في حل العضويه، وهو المستر بصراحه حل لي المشكله دي في موضوع حل العضويه، يعني هو فادني فيها جدا. كان بيعلمك ازاي تحله، لو جالك سؤال كذا تجاوب عليه ايه، طب لو جالك تحول مثلا من الكان لالكاين، دي ابسط مثال يعني، بس عشان ما تتخضوش. لو قالك تحول من الكان لبنزين نيتري، ازاي تحوله، ايه الخطوات اللي تعملها بالظبط، ايه المعادلات اللي تكتبها عشان تطلع الناتج. بجد كل الحاجات دي هو اللي ظبطها لي كويس جدا. دول كده مدرسين الكيمياء اللي انا جربتهم عن تجربتي الشخصيه، قلت لكم مميزات كل واحد وايه العيوب بتاعته، وحاولت ان انا اوصل لكم الصوره كامله والصوره صح من وجهه نظري انا. بس برضو كل واحد ليه تجربته، وكل واحد يشوف المدرس اللي مرتاح معاه هو ده اللي يكمل معاه. ودلوقتي بقى هقول لكم ازاي تذاكروا كيمياء، او ازاي انا كنت بذاكر الكيمياء. اول حاجه زي ما قلت لكم ان انا كنت بحضر الدرس قبل ما اروح الدرس، كنت بحضره مستر خالد صقر. انت زي ما انت حابب، عايز تحضر خدت مثلا مع مستر خالد صقر وعايز تحضره مستر عبد الجواد، فتمام جدا مفيش اي مشكله. بس اهم حاجه ان انت تستفيد من نقطه تحضير الدرس، عشان نقطه مهمه جدا لازم تعملها. تاني حاجة كنت بروح الدرس عادي، بركز في الحصة، بسمع كل حاجة المستر بيقولها، بسجل البوينتس اللي هو بيقولها. انا بصراحة ما كنتش بسجل حصص، يعني في ناس بتقول اسجل الحصة وبعدين لما اروح اسمعها، انا بصراحة ما كنتش بسجل، اني زي ما قلت لكم انا كنت بسمع مستر خالد صقر، فما كنتش اضيع وقت في ان انا اسمع تاني الحصة بتاعت المستر. فكنت بسجل بس البوينتس اللي هو قال انها مهمة، بكتبها في المذكرة عادي، او ممكن ان انا اصورها حتى ولما اروح انقلها. تاني حاجة بقى كنت بعملها، او تالت حاجة، هي ان انا كنت زي ما قلت لكم بذاكر الدرس كويس قوي. بعد ما اذاكر الدرس، وانا بذاكر الدرس كنت ببدا ان انا الخص كل القوانين او كل المعادلات. القوانين هتلاقوها في الباب الثالث كتير، فيعني خلي بالكم، ما هو من البدايه انا بقول لكم ان الباب الثالث فيه قوانين كتير، ركزوا فيها كويس جدا. الباب الاول بقى والتاني قوانين عادي، فدي ركزوا فيها كويس قوي، وحاولوا ان انتوا تلخصوها كويس وتبداوا تكتبوا كل معادله جت منين وازاي، فحاولوا تركزوا كويس قوي في الموضوع ده. بعد كده، بعد ما لخصت القوانين وبعد ما لخصت المعادلات وذاكرتها كويس وذاكرت الدرس وكل حاجه، ببتدي بقى ان انا احل. كنت ببتدي بايه؟ كنت ببتدي بحل كتاب مندليف. كنت اي سؤال بقى يقف معايا طبعا بالهايلايت، انا كنت ماليه الكتب هايلايت، بكتب بعمل هايلايت على السؤال اللي يقف معايا، ببدا ان انا اكتب ايه السبب اللي خلاه يقف معايا وايه حله الصح. كل الحاجات دي كنت بكتبها في الكتب، كنت بعلم عليها او احط حتى في اللي هو فواصل الكتب والحاجات دي، انا كنت بحطها، كنت بحب قوي الحاجات دي عشان كانت بتسهل عليا الدنيا. كان ممكن اصلا اكتب فوقيها كده الملحوظه اللي انا عايزه اخد بالي منها. طيب انا كنت بمشي في الحل ازاي؟ كان مثلا الدرس عليه 50 سؤال في كتاب مندليف، فانا كنت بحل ال50 سؤال كويس قوي، بعدين براجعهم من الكتاب بتاع الاجابات، اشوف ايه اللي انا غلطت فيه او ايه اللي وقفت فيه، وابتدي ان انا اعمل عليه هايلايت واكتب، اشوفه بقى على اليوتيوب، اشوف حد بيحله على اليوتيوب، وابتدي اكتب ايه السبب اللي خلاني اقف في السؤال اصلا. طب انا ليه ما فكرتش فيه بالطريقه اللي المدرس كان بيفكر فيها؟ ليه ما فكرتش فيه صح؟ واكتب كل ده على السؤال كده بعد ما عملت عليه هايلايت، وابتدي اكتب بقى اجابته الصح ايه وليه جت كده وازاي. كل الحاجات دي انا كنت بعملها علشان هي الحاجات دي اللي هتخليك متمكن كويس قوي وانت بتحل الكيمياء. بعد حل كتاب مندليف، لو كنت بقى بحل كتاب تاني، انا كنت بحل كتاب الامتحان، فكنت بحله بعده بس مش في نفس اليوم، يعني كان مثلا في نص الاسبوع كده ولا حاجه ابتدي ان انا احل كتاب الامتحان. والطريقه دي هتسهل عليك جدا، لان انت كده هتراجع الكيمياء 3 مرات. طب هتقولي 3 مرات جم منين؟ اول حاجه مذاكرتك الاساسيه ليها، تاني حاجه وانت بتحل الكتاب الامتحان او الكتاب التاني في نص الاسبوع، تالت حاجه انا كنت قايله لكم ان كل اسبوع لازم تحدد يوم تراجع فيه كل المواد اللي خدتها، حتى لو بحل مسألتين اللي انت خدتهم خلال الاسبوع. كل الدروس اللي خدتها خلال الاسبوع بتراجعها في يوم، حتى لو هتحل على الدرس مسألتين، فدي بالنسبه لي اسمها مراجعه. فلو مشيت بالطريقه دي هتسهل عليك في مراجعه دلوقتي، هتسهل عليك في مراجعه في شهر واحد مثلا، هتسهل عليك في مراجعه اخر السنه. فالطريقه دي كويسه جدا ان انت تعملها. في نصيحه بقى في الكيمياء مهمه جدا، لو تقدر ان انت تاخد العضويه يوم في الاسبوع من بدايه السنه كده، اعمل كده، لان الموضوع ده هيسهل عليك جدا ان انت العضويه بالنسبه لك لما تيجي تتشرح في اخر السنه زي ما المدرسين بيعملوا، هتكون انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، هتكون فاهم العضويه دي بتتكلم عن ايه اصلا، هتكون ماشي معاهم، هتكون واخدها قبل كده او سامعها قبل كده من حد. فالموضوع ده هيسهل عليك جدا في المراجعه، لان العضويه من اكتر الحاجات اللي هي اصلا تقيله في المنهج، وان هي جايه في الاخر، والحاجات اللي في الاخر دي ما بتتراجعش كتير،
فدي كانت مشكله في العضويه. فلو تقدر ان انت تاخد كل اسبوع يوم تذاكر فيه عضويه، فالموضوع ده هيسهل عليك الموضوع في الاخر جدا. وبس كده، دي كانت النصايح اللي انا حبيت اقولها لكم في الكيمياء. وان شاء الله برضو انتوا عارفين ان انا لو في اي نصيحه بطلع فيديو اقولها لكم او بكتبها لكم على جروب التليجرام عادي. او اي سؤال طبعا تحتاجوه، او اي حاجه مشكله بتواجهكم، سواء مشكله بقى انت مش عارف تدخل على منصه مدرس كذا اللي انت تشترك معاه، طب اشترك ازاي، كل الحاجات دي بتسالوها لي على الجروب، وانتوا زي ما انتوا عارفين بجاوب عليكم. وكمان في الكومنتس انا بحاول ان انا ما اسيبش اي كومنتس غير لما ارد عليه. فربنا يوفقكم جميعا يا رب، ويسهل عليكم السنه، وما تمروش بضغوطات كتير، وما تكونش فيه عقبات كتير. او هو بصوا، اي طريق فيه نجاح بيكون فيه عقبات، فيا رب يسهل عليكم العقبات دي ويعديها بسهوله، ويعدي السنه بسهوله، وتكون سنه لذيذه عليكم تستفادوا منها كتير. لان زي ما قلت لكم من اكتر السنين اللي انت ممكن تستفاد منها سكيلز، لان انت في سن اصلا ان انت بتحاول تستفاد اي حاجه ايجابيه. فالسنه دي فعلا هتفيدك جدا ان انت تستغلها صح. فربنا يوفقكم يا رب.